مفيش احلى بقى من شوية رز سخنين بالشعرية، يا سلام بالسمنة البلدي مع كمان شوية سلطة مع اكل عظمة زي كده. فاصوليا خضرة مع اللحمة يا سيدي، تحطي بقى اللحمة كده في الفاصوليا بتبقى حلوة جدا جدا. اللي عايزها في الفاصوليا حطيله، واللي عايزها مسلوقة كده بالشوربة اغرفيله، واكليهم وفرحيهم، وربنا يا رب يخليكي كده دايما ليهم، امين يا رب العالمين. يلا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايما هقولك مفيش اسرع من الاكل. طول ما انت كده مرتبه مطبخك ومرتبه افكارك، والله العظيم الحاجه هتخلص معاكي بكل سرعه وسهوله. وربنا يا رب كده دايما يحسن ما بين ايديكي، امين يا رب العالمين. نزلنا بقى بمعلقتين من السمنه البلدي، وطبعا كلنا عارفين ان السمنه البلدي بتدي طعم للاكل، طعم تاني خالص. ونزلنا بالبصل خدت معانا اللون الذهبي. هننزل كمان بالقوطه، وطبعا انا لما بنزل بالقوطه بصفيها. الحاجه الوحيده اللي ما بصفيش فيها القوطه هي المحشي. المهم صفينا القوطه، ونزلنا كمان معلقتين 3 كده من الصلصه عشان نعزز لون القوطه. وهننزل بملح وفلفل اسود وبابريكا، وكمان هننزل بشويه من السبع بهارات. وخلاص على كده هنسيبها بقى تتسبك. اقولك على الحاجه لما تكوني جايباها فريش مش محتاجه ابدا ابدا اللي انت تحمريها كده في البصله عشان طبعا تخضر، لان هي بتبقى خضره وحلوه لانها بتبقى فريش ولسه جايه. لكن الحاجه اللي انت هتكوني مفرزاها لازم تتحط الاول في البصل كده، تاخد مع تشويحتين مع البصل، ونبتدي اللي احنا ننزل بالقوطه. تمام. بس طبعا الفاصوليا بتاعتنا النهارده فريش وحلوه جدا جدا. خلاص كده الصلصه اتسبكت، هنبتدي كمان اللي احنا ننزل بقى بالفاصوليا. وهقول لك كمان على تكايه حلوه قوي قوي تحطيها في الفاصوليا كده، هتخلي طعمها تنقلها معاكي في حته تانية خالص. هقول لك عليها بس استني كده كملي معايا الفيديو للاخر. المهم طبعا هننزل بقى بالشوربه، والشوربه طبعا مملحينها حلو جدا طبعا، وسالقين بقى اللحمه وحاجه كده خطيره. طبعا هنسيب بقى الميه تغلي، وهنبتدي اللي احنا ننزل باللحمه. هنشيل الريم اللي على الوش، وهننزل بقطايه وبصلايه وجزرايه، وننزل كمان ببهارات اللحمه. بس ما تحطيش الملح في الاول عشان هيأخر معاكي مرحله التسويه. خلاص لا، احنا الملح هنحطه بعد ما اللحمه تستوي معانا. والشوربه بقت عظمه، خلاص بقى نعمل بيها الاكل بتاعنا، هيبقى الاكل طعمه خطير جدا. ادامه كده مظبطه الشوربه بتاعتك هتبقى الاكل معاكي عظمه. وربنا كده دايما يحسن ما بين ايديكي. تعالوا بقى نعمل كمان هنا ايه بقى، شويه بقى لسان عصفور خطير. اقول لك على حاجه، لما نيجي نعمل لسان عصفور ما ينفعش ان احنا نديله التسويه الكامله على النار، مش هيبقى حلو معاكي وهيبقى منشي كده جوه الشوربه. لكن احنا عايزينه يبقى ملحلح كده ويبقى حلو قوي. هننزل بمعلقتين طبعا من السمنه، وهنبتدي اللي احنا ننزل بلسان عصفور ياخد معانا اللون الذهبي. وبعد كده هنبتدي اللي احنا ننزل طبعا بالشوربه بتاعتنا، ونحط فلفل اسود بس. واول غلوه معانا، اول غلوه هنبتدي اللي احنا نقفل على لسان العصفور وهنشيله من على النار. ولما نيجي بقى نغرف كده وتاكله بالف هنا وشفا عليكي وعلى الولاد. تبتدي كمان اللي انت بقى تسخنيه، فهيبقى معاكي حلوه قوي، وهيبقى جوه الشوربه مش منشي ولا اي حاجه. شايفين هنا خد بقى معانا اللون الذهبي زي ما انتم شايفين كده. في المرحله دي بقى هبتدي كمان اللي انا انزل بقى بالشوربه بتاعتي. وزي ما قلت لك الشوربه متملحه مظبوطه يا دوب، بس احنا هنسقي بيها الاكل، فهتبقى حلوه جدا جدا ومش محتاجه اي حاجه. هنا بقى نزلت كمان بالشوربه زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنبتدي كمان اللي احنا ننزل بشويه صغيرين من الفلفل الاسود. واول غلوه معايا هبتدي اللي انا اشيل لسان عصفور من على النار، هيبقى كده اتعمل معايا وحلو قوي. هنا كمان كنت بشوف بقى الفاصوليا كده العظمه بتاعتي، بشوفها استوت ولا لا، لاني قبل ما تستوي بشويه ببتدي اللي انا اجيب بصلايه هتبشريها وتحطي عليها ملح وفلفل اسود، وانزلي بيها قبل كمان ما تكمل مرحله التسويه. بصوا بقى في المرحله دي هبتدي كمان اللي انا جبت البصله، هتبتدي اللي انت تبشريها وتحطي ملح وفلفل اسود. خلاص كده، ونبتدي اللي احنا ننزل بيها. يا نهار ابيض، انت كده بتطعميها وبتخلي طعمها بجد خطير. البصلايه اللي انت هتبشريها وتحطي ملح وفلفل اسود بيخلي طعم الفاصوليا حلو قوي قوي. هي دي التكايه اللي انا بقولك عليها، لما تعمليها بجد هتعجبك جدا جدا. هنا بقى هبتدي بقى كمان اللي انا انزل باللحمه. في المرحله دي هنزل باللحمه ليه؟ عشان اللحمه كده تتشرب بقى من التسبيكه بقى ومن الصلصه ومن الفاصوليا، فبتبقى طعمها حلو جدا. ولادك بيحبوها محمره مفيش اي مشكله، بيحبوها في الشوربه برضو مفيش اي مشكله. كل واحد ليه طلب، وانا عارفه اكيد ولادك زي ولادي، وطبعا احنا لازم نرضي جميع الاطراف، صح كده. هنا لسان العصفور خلاص اتعمل معايا ملحه مظبوط، حطيت الفلفل الاسود طعمه بجد خطير. وهنا كمان ابتديت كمان اللي انا عملت الفاصوليا. وفي المرحله دي كمان هبتدي اللي انا اعمل بقى الرز بالشعريه.
تحطي طبعا سمنه وزيت، هتحطي سمنه عشان تدي طعم حلو قوي للرز، وهتحطي شويه زيت ويكون زيت ذره عشان طبعا تدي لمعه للرز حلوه جدا. وهنبتدي ان احنا نقلبهم بقى لحد ما ياخد معانا اللون الذهبي، وننزل بالرز وتشربيه وتملحيه وتسيبيه لحد ما يتشرب، وخلاص كده يبقى الرز كمان اتعمل معانا، والاكل ما خدش معانا اي وقت خالص. عملنا الفاصوليا على طول، وسلقنا اللحمه وعملنا سلق عصفور، وعملت لهم كمان شويه سلطه، والاكل خلص كده وما خدش اي وقت خالص. زي ما بقولك خشي مطبخك ورتبي كده واعرفي انت هتعملي ايه، صدقيني الاكل مش هياخد معاكي اي وقت خالص. وانا عارفه صيف او شتاء ما بنحبش نقف في المطبخ كتير، فعشان كده بسهلك كده وبعرفك ان الاكل ما فيش اسرع ولا اسهل منه. الفاصوليا هنا اتعملت، شايفين بقى شكلها لما توطي عليها بقى كده، تبتدي كمان اللي هي بقى تطلع السمنه كده على الوش وتكون اتعملت، واللحمه كمان اتشربت بقى من الصلصه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، بجد اكل عظمه. انا وولادي بنعشقها، بنعشق حاجه اسمها فاصوليا خضراء. ان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا جدا، ونعمل مع بعض احلى الاكلات واحلى الوصفات. وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا، نصلي بقى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بوريكي ان خلاص الاكل بقى خلص معايا كله. عملت لهم الرز الجميل سخن كده وحاجه كده خطيره، صيف شتاء احنا بنحب الاكل سخن. والفاصوليا الخضراء باللحمه، وكمان هنا شويه سلطه، وكمان لسان عصفور، والاكل كده خلاص مش ناقصه اي حاجه غير الولاد تاكل وبالف هنا وشفا عليهم. هبتدي بقى اللي انا اغرف لهم بقى الاكل، هبتدي بقى اللي انا اغرف الرز كده، وكمان بقى لسان عصفور زي ما بقول لك. اول ما تبتدي اللي انت هتاكلي هتسخنيه، فهنا بقى كنت خلاص بسخنه، والفاصوليا اصلا سخنه معايا والاكل كله سخن وزي العسل. وطبعا لازم تعودي ولادك شويه السلطه جنب الاكل. لايك بقى وانت بتتفرجي كده، ومتابعه للصفحه عشان ان شاء الله يوصلك اشعار بكل فيديو انا هنزله. هنا بقى بغرب بقى الرز سخن، شايفين بقى طالع منه البخار يا سيدي، حاجه كده عظمه بجد. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهنا كمان هبتدي كمان اللي انا احط السلطه، واحط لهم بقى الفاصوليا كده مع اللحمه. يعني بصوا بجد اكله خطيره. خلاص كده ما تحتاريش في اكله بكره، وانا قلت لك مع اسماء ولا تفكري ولا تحتاري، نعمل لهم بكره لحمه وفاصوليا خضراء ورز، واوعي تنسي شويه السلطه الحلوين. شايفين بقى الفاصوليا كده لما تيجي تحطيها كمان على الرز مع قطعه اللحمه، واللحمه كمان مستويه وحلوه قوي قوي دايبه بجد، يعني حاجه كده خطيره. بسم الله ما شاء الله. اللحمه بقى مع الفاصوليا مع شويه رز سخنين مع كمان السلطه يا سيدي. ان شاء الله نعمل مع بعض فيديوهات كتير جدا جدا. لايك بقى ومتابعه للصفحه، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.